السلام عليكم حبوباتي، لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم جوج حشوات ديال التريتور الكبار، داكشي بريستيج يا لالا ومعلك وبنين لواحد الدرجه ما تخطرش لكم على البال. والله يا البنات ما غتصدقوا النتيجه. غنعطيكم اسرار المحترفات اللي كيخبيهم عليكم اكيد، باش يجيكم هاد لينيوم والسيجار واعرين وما يخرجوش لكم من الورقه نهائيا. يلا شجعوني بواحد اللايك كبيره وخليكم معايا نكتشفوا هاد الاسرار اللي غتخليكم توليو محترفات في الحشوات. بداية هاد الفيديو دا راني كنت صورته قبل من رمضان، عاد كتاب دابا عاد كنزلو ليكم دائما معطله اسمحوا لي. بالنسبه هنا الشعريه الصينيه من بعد ما كنت رقدتها في الماء مغلي حتى استقطرت مزيان، دوزتها في الهاشوار رقيقه. علاش؟ باش كتشرب العطريه والتعليكه مزيان وما كتبقاش خيوطه خارجه كتعذب في الورقه، اولا ما كتجيش يعني طويله كتجيش فيها واحد الشكل زوين. ضروري كتضربوها في الهاشوار كتجي غزاله من اسرار الطباخات الكبار. بالنسبه للكفته هنا كنسميه المزيج السحري ما بين الكفته ديال صدر الدجاج وكفته البقري. هذا الخليط هو اللي كيعطي داك المذاق المتوازن اللي كتاكلو في اكبر المطاعم الاسيويه، كيهرس الجهد ديال اللحم وكيجي خفيف بزاف على القلب وكيجي مذاق زوين. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الزنجبيل، نص معلقه صغيره ديال الابزار لانني مازال غادي ندير الهريسه ما بغيتش نكثر الحار، ومعلقه صغيره ديال توابل اللحم. هنا كذلك غادي نحتاج صوص صوجا ثقيله، بودره ديال الثوم وبودره ديال البصله، لان هادو مازال غنحتاجهم بزاف د الحويجات وغادي تشوفوا معايا. هادو هما السر من اسرار لهاد الحشوات، كيعطيو واحد البنه رائعه وجميله. بالنسبه للجبن غادي نحتاج هنا الجبن محكوك ديال جوج انواع. بالنسبه الاول درت ديال اضام محكوك، جبن اضام محكوك، وهذا الجبن هذا الابيض ديال كاستروميكس. يمكن الله اعلم هذا الجبن هذا هو اللي كنستعمل انايا، كيعطي واحد التعليكه بنينه وزوينه. والله يا البنات كيعطي واحد التعليكه رائعه. هذا الجبن هذا بالذات هو اللي احتاجيته انايا دابا. كما كتلاحظوا معنا صالح البيتزات، يعني ديك التعليكه للناس اللي كيعشقوا التعليكه، هذا الفرomاج راه زوين. هنا كذلك كما قلت لكم فرomاج ديال الادام محكوك. كتعرفوا بان فرomاج ديال الادام كيعطي واحد البنه حتى هو كذلك رائعه. وبالنسبه لهنا الجزر كنت مش حكيته من بعد ما قديته صوبته، طحنته في الهاشوار طحنه خفيفه، يعني كيجي شنقول لكم ماشي كيجي بحال اللي محكوك، ولكن كيجي زوين، يعني جاي في الحشوه ديال لانيم. ضربوه دائما في الهاشوار حتى ما تحكوه كيجي بنين. وعندي هنايا الزيتون مقطع، شويه ديال الهريسه، شامبينيو حتى هو اللي كنسبق ليه ورقدته وقطعته طريفات صغار، وشويه ديال القزبور والمعدنوس. هنا درت اول حاجه درت زويته في المقله، درت الكفته كانت تشحر، درت عليهم الجزر. راه ماشي كنخلي انا الجزر عاد تنخلي الكفته تشحر عاد كنبقى ندير انايا جزر، لا كنديرو معاه دفعه واحده باش كيجي واحد البنه فيه كيطيب مع الكفته مع هذا، كيشرب ديك اليدام وكيجي زوين. من بعد ما تشحرت الكفته هنا كندير داك شامبينيون نوار. كاين واحد النوع اولا واحد الفئه اللي كيديروا الكفته خضراء وكيديروا مع الشعريه. انا ما كتعجبنيش ديك الوصفه، كتعجبني ضروري نشحر الكفته ونشحر القوام عاد نديرهم في الشعريه. كما كتلاحظوا معنا درت شامبينيو، درت توابل، درت كلشي اللي شاركت معاكم في الكفته. ومن بعد عاد درت يعني ديك الحشوه من بعد ما طابت عاد درتها على ديك الشعريه. ودرت الزيتون هو التالي وقزبر ومعدنوس والهريسه، هادو كنخليهم هما التاليين عاد كنضيفهم. وبالنسبه السر ديالو الاخير ديال هاد لينيم باش كيجيو زوينين، كتخليو الفرomاج حتى كتبرد الحشوه عاد كتضيفوها. هكا كيبقى الجبن او الفرomاج محافظ على الهويه ديالو حتى كيدخل الفران. داك لي سيجار اولا لي نيم عاد كيبقى يذوب داك الفرomاج وكيعطيه واحد المذاق رائع وتعليكه زوينه. كما كتلاحظوا معايا هنايا راني كنحاول ندخل داك الحشوه في الشعريه. وبالنسبه لهاد الحشوه اللي كنقول لكم ديال الشعريه، دائما ديروها في الهاشوار، كنأكد عليها لانها فعلا كتجي الحشوه، يعني شغنقول لكم كتجي متماسكه وزوينه، ما كتبقاش ديك الشعريه طويله مشنته يعني مشرته. كاين اللي كيقطعها غير بالمقص، انا كتعجبني نضربها في الهاشوار باش كتجي حشوه مدكوكه. صافي هنا من بعد ما قديت ديك الحشوه الاولى غادي نحطها جانبا وغندوز للحشوه الثانيه. بالنسبه للسر ديال الحشوه الثانيه ديال الدجاج بالجبن، كديروا زبيده هي الاولى، معلقه كبيره ديال الزبده، كديروا داك صدر الدجاج يتشحر مزيان مع شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال زريعه القزبور، كتعطيها بنه رائعه.
بودرة ديال الثومة، بودرة د البصلة، كنشحروا هاد صدر الدجاج. السر ديالها هو كديروا ديك الزبدة اللي ضروري باش كيفتي ليكم الصدر وكيجي حتى واحد المذاق رائع وزوين. من بعد ما تشحر الدجاج غادي نضيف الشامبينيون ديال العلا، بإمكانكم ديروا شامبينيون الأبيض اللي طري، أنا كيحمقني هذاك ما لقيتوش الصراحة د الله كيعجبني كيجي بنين في الحشوة، لقيتو من الأحسن ديروه. ما لاحظتوا معايا أنايا كنت حيدت داك الدجاج يعني استقطرته خليت ديك الليدام ديالو اللي طاب فيه داك الدجاج نفسه، وليت درت معلقة كبيرة ديال الزبدة، درت 2 معالق كبار ديال الدقيق، وغادي ندير الحليب نصف لتر ديال الحليب، وكنحرك جيدا حتى كتختار ليا الكريمه ديال البيشاميل مزيان مزيان. بالنسبه السر باش كتجي التعليكه يعني قابطه في راسها وزوينه، هو كنديروا شويه ديال الكوزه وداك الدجاج اللي كنت شحرته مع الشامبينيون دوزته في الهاشوار، وكنديروا على صلصه ديال البيشاميل. هاد الطريقه كتخلي الحشوه تجي منسجمه بحال لاموس، وكتوزع البنه في كل عضه بلا ما تخرج لك الحشوه من الجناب. من بعد انا درت شويه زدت الفرomاج ديال كاسترو ميكس اللي درتو فرماج محكوك، ودرت كذلك شويه ديال الزعتر. ومن بعد ما بردت الحشوه غنزيد عليها الجبن كذلك، يعني حتى بردت ديك الحشوه. صدقوني كتجي حشوه رائعه، كتجي بحال الدجاج المدخن. بالنسبه لهاد الوصفه هذه ديال البيشاميل وهذا كتعطي واحد البنه ديال المطاعم الكبرى، هو التوازن بين بودره ديال البصله اللي درتها في الدجاج وحكه ديال الكوزه اللي درتها في البيشاميل، وكذلك كيعطيو داك الفتاوى ديال الدجاج مع الزبده مذاق بريستيج متميز، كيخلي الضيافه كيحيروا في المذاق شنو طيبتي. اش غادي نقول لكم، كيجي بنين الحشوه. هنا من بعد ما جبت الورقه ديال البسطيله قطعتها على شكل مثلثات كبارين كما كتلاحظوا معايا، كندير داك الراس ديال المثلث لتحت، ما كنديرش المثلث يعني راس المثلث للفوق لا، هاد الحشوه كتجي مشدوده مزيان. حتى هذه عاوتاني كتخلي الحشوه تجي يعني مجموعه، يعني هكا هاد الطريقه هذه باش كتغلفوا هذيك الحشوه كتجي زوينه. كما كتلاحظوا معايا داك الراس ديال المثلث كنديروه هو الاول، وكنجمع الجنيبات وعاد كنلوي اولا كنرولي كما كتلاحظوا معايا، وكنجمعو بالدقيق والماء. يعني كتجي اش غنقول لكم خطيره جدا جدا. كنتمنى تتبعوا هاد الطريقه هذه ديال الحشوات، والله يا بنات لا كتجي بنينه. من بعد ما بردت هاد الحشوه هذه اولا زادت بردت على اللي كانت، غادي ندوز نعمرها في البريوات. هاد المره ما بغيتش ندير انا لينيم على شكل سيكار، درتهم على شكل بريوات. وكذلك حتى هما كتعرفوا بان اللفه ديال البريوه كيفاش دايره، وكيجيو زوينين وهائلين. وبما ان هنا كان وقيته ديال قبل رمضان، كنوريكم الطريقه كيفاش كنحتفظ بالحاجه. درت هنايا البابي، ورق الطبخ، درت البابي وقطعته طريفات يعني على قد جبانه جبانيه. كل واحد شنو تيقول جبانه، كل واحد شنو يعني، المهم حنا تنقولوا جبانيه. نجيبو جبانيه كنستفو فيها داك لينيم اولا لي سيجار، وكنديرو ما بين طبقه وطبقه ورقه ديال الطبخ، يعني باش هكا كيحتفظوا على كيجيو يعني كيجيو زوينين، وما كيبقاوش يعني كيدخل فيهم داك الثلج بزاف وداك كيتميهوا اولا شي حاجه، يعني كيبقاو محافظين على راسهم مده اطول. بالنسبه هنا الشكل النهائي من بعد ما كنت درتهم في الفران تحمروا مزيان، وانا كنشارك معكم الوصفه. كنتمنى هاد النهار الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم ونالت الرضا ديالكم اكيد، لان وصفه كيستاهلوا انكم تجربوهم. والبنه ما نقول لكمش يا البنات على بنه كيدايره الفخوماج يا اختي اللي خارج منها ديال الدجاج وفخوماج واعره، ولينيم ازيتك ما نهضروش عليهم، رائعين وغزالين. كنتمنى الفيديو ديالهم يكون عجبكم غزالاتي. نتلاقاو في فيديو جديد، الى اللقاء، باي باي.